بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في قناة أخبار كل يوم. هنقدم ليكم أخبار النادي الأهلي النهاردة الأربع 19 إبريل 2023 وإليكم الأخبار. زي ما اتكلمنا في حلقة امبارح ان لا صوت يعلو داخل أروقة النادي الأهلي على موضوع إيقاف محمود عبد المنعم كهربا، واللي لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم قررت إيقافه لمدة 12 مباراة وتغريمه مبلغ 1,000,000 جنيه. طبعا النادي الأهلي ومجلس إدارته عقد اجتماع النهاردة الصبح وقرروا فيه تقديم مذكرة قانونية لاتحاد الكرة. طيب الأهلي قال إيه في المذكرة القانونية؟ قال إن مراقب المباراة ما ذكرش في التقرير الخاص بالمباراة الواقعة بتاع كهربا، وحكم المباراة ما كتبش أي حاجة في تقريره عن الواقعة دي. فضلا عن كده البث الرسمي أو الفيديو الرسمي للمباراة ما جابش اللقطة بتاعت كهربا اللي كان بيقول فيها اللفظ اللي لجنة الانضباط وصفته بانه لفظ مشين. فضلا عن كده النادي الاهلي قال ان ما تمش عرض او مواجهة اللاعب بالفيديو اللي اتحاد الكرة او لجنة الانضباط بتتكلم عنه، واللي على اساسه وقعت عقوبة الإيقاف لمدة 12 مباراة على اللاعب والغرامة 1,000,000 جنيه. وكمان النادي الأهلي أبدى اعتراضه على اختيارات لجنة التخطيط أو تعيين لجنة التخطيط من الأساس من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم. وقال النادي الأهلي إن المفروض إن لجنة الانضباط دي بتتعرض على الجمعية العمومية للموافقة عليها. هنشوف ايه اللي هيحصل الفترة اللي جاية، وهل النادي الاهلي ممكن ياخد خطوات تصعيدية اكتر من كده انه يوصل الموضوع للفيفا ولا لأ. ده اللي هنشوفه الايام اللي جاية. اما بخصوص محمد الشناوي وموضوع تعديه على لاعب سموحة، ففي نقطتين بخصوص الموضوع ده. النقطة الاولى، كان في جلسة ما بين كولر والشناوي النهاردة قبل ميران النادي الاهلي. مارسيال كولر عاتب محمد الشناوي على تصرفه في مباراة سموحة، وعبر له عن رفضه التصرف الانفعالي اللي الشناوي عمله، واللي ممكن يأثر على الفريق في أرضية الملعب. كولر طالب الشناوي بإغلاق ملف المباراة وعدم تكرار الواقعة دي مجددا، في ظل دوره ان هو طبعا كابتن للفريق والتركيز في مباراة الرجاء المصيرية. الشناوي طبعا وضح للمدرب سبب انفعاله، وقال له انه ما كانش يقصد التعدي على لاعب سموحة بالضرب، وانه من المرات القليلة اللي خرج فيها عن شعوره. طبعا الشناوي اكيد هيتعرض للايقاف. اقل عقوبة ممكن يتعرض لها الشناوي هي الايقاف 3 مباريات. اما النقطة التانية بخصوص محمد الشناوي، طبعا محمد الشناوي هيتعرض لعقوبة الايقاف لا محالة. طيب هل محمد الشناوي هيشارك في مباراة السوبر في حال ايقافه؟ مصدر مسؤول كشف انه في حالة صدور عقوبة بايقاف الشناوي فالايقاف هيكون في بطولة الدوري فقط، وبالتالي الشناوي هيشارك في لقاء السوبر المصري اللي هيجمع الاهلي والزمالك يوم 5 مايو القادم بالامارات. الاهلي بيفرض حظر اعلامي على اللاعبين استعدادا لمباراة الرجاء. طلب جهاز الكرة بالنادي الاهلي من لاعبيه عدم الانسياق للحديث عن مباراة الرجاء باي صورة، في محاولة لفرض الحظر الاعلامي على اللاعبين حتى يسود التركيز جنبات استعدادات المارد الاحمر لهذه المباراة المرتقبة. طالب جهاز الاهلي لاعبيه بالتركيز في تدريباتهم
والابتعاد عن كل الجوانب اللي بتحيط بالمباراة بعيدا عن أرض الملعب، مشددا على صعوبة مواجهة بطل المغرب. أما بخصوص صفقات النادي الأهلي للموسم الجديد، فالأهلي بيعيد التفاوض مع باشكتاش لضم جاكسون موليكا و5 ملايين دولار للبيع. تحدثت تقارير صحفية تركية عن معاودة مسؤولي النادي الأهلي للتفاوض من جديد مع نادي باشكتاش التركي من أجل ضم الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم الفريق التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، باعتباره هدف أساسي لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الصيف القادم. وذكرت أحد الصحف التركية إن الأهلي دخل في مفاوضات من أجل التعاقد مع موليكا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من خلال تقديم عرض وصلت قيمته ل2.5 مليون دولار، إلا إن إدارة باشكتاش رفضت العرض المالي. وأكدت الصحيفة التركية إن النادي الأهلي فتح خط جديد في مفاوضاته مع باشكتاش لحسم الصفقة مبكرا، إلا إن إدارة النادي التركي ترفض رحيل اللاعب دون الحصول على مقابل مادي من 4 إلى 5 مليون يورو. وبترجع رغبة باشكتاش في الحصول على المبلغ ده لأن باشكتاش اشترى اللاعب بمبلغ 3 مليون يورو و350 ألف يورو، فطبعا المبلغ وفقا لرأي باشكتاش معقول جدا. أما عن الحديث عن مباراة الأهلي والرجاء، فثنائية عبد المنعم ومتولي الأقرب لقيادة دفاع النادي الأهلي أمام الرجاء. اقترب محمد عبد المنعم ومحمود متولي لاعبا النادي الأهلي من حجز مكانهما في تشكيل النادي الأهلي الأساسي لمباراته ضد الرجاء المغربي يوم السبت القادم في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا. عاد محمود متولي للمشاركة مع الأهلي في المباراتين الأخيرتين ضد فاركو وسموحة وظهر بمستوى جيد، فيما يلعب محمد عبد المنعم بشكل أساسي، بخلاف أنه تم إراحته في مباراة فاركو بينما عاد للمشاركة الأساسية في مباراة سموحة الأخيرة. وفي إطار الحديث عن مباراة الأهلي والرجاء، كولر بيعيد القوة الضاربة للأهلي أمام الرجاء بربع نهائي دوري الأبطال. مارسيال كولر المدير الفني للنادي الأهلي أعاد القوة الضاربة لفريقه في تشكيل مباراته القادمة ضد الرجاء المغربي يوم السبت القادم، بعدما فضل تطبيق سياسة التدوير في مباراتي الفريق الأحمر الأخيرتين واللي سبقت استعداداته لمواجهة بطل المغرب من أجل إراحة اللاعبين خشية من تعرضهم للإجهاد. بيعود لتشكيل النادي الأهلي الأساسي في مباراة الرجاء علي معلول وحمدي فتحي وحسين الشحات، مع المجموعة اللي حصلت على راحة في مباراة فاركو مثل محمد عبد المنعم ومروان عطية وعمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا، ليدخل النادي الأهلي مباراة السبت القادم بقوته الضربة. فضل كولر توزيع الجهد بين لاعبي الأهلي وتطبيق سياسة التدوير بين كل اللاعبين خشية من تعرضهم للإجهاد والإصابات قبل مباراة الرجاء المغربي، وتجنب ما حدث خلال مباراتهم ضد صن داونز الجنوب إفريقي.